والله. الزمالك يتقدم للأمام وتحرك بطيء للشرطة وبتروجيت، والاتحاد السكندري يحقق أول فوز هذا الموسم. هذا كان نتاج مباريات الجولة السادسة. عودة من جديد وترحيب النجم الكبير والخبير التحكيمي كابتن جمال غنور. كابتن جمال مساء الخير. مساء النور يا كابتن طاهر، اهلا بيك وتحياتي للساده المشاهدين. وحشتنا الاستوديو اللي فات لظروف افتقدناك. النهارده كابتن فهيم عمر، كابتن شريف رشوان على بالترتيب كده، كابتن فهيم لمباراه الزمالك وسموحه، تمام، كابتن شريف رشوان لمباراه بتروجيت واتحاد الشرطه. هو طبعا الحقيقه يعني احنا نقدر نقول الحكام، حكام الساحه تحديدا، احنا طبعا بنحييهم على ان هم امبارح كانوا بيعملوا اختبار البدني والنهارده بيحكموا. يعني اختبار بدني ازاي يا كابتن؟ اختبار عشان دخول القائمه الدوليه. اختبار كوبر. اختبار اللي هو اختبار كوبر اللي هو 8 كيلو. هو مش 8 كيلو بس هو اتغير الاختبار شويه. بقى اصعب من الاول. الاختبار عباره عن سرعات 6 مرات، 40 متر بيعملوها 6 مرات. لازم يجيب فيها 6 ثواني و2 من 10. اوكي. الاختبار بعد كده بيعملوا 12 دوره. ال 12 دوره دول عباره عن 12 لفه، في كل لفه بيعملوا 150 متر جري وبعدين 50 متر راحه في زمن. 12 لفه يعني 8 دقائق او لا 12 لفه يعني 20 دقيقه مثلا. بيتعمل في 23 دقيقه. جري متواصل بيعمل متواصل يا كابتن؟ متواصل. في ده امبارح والنهارده يحكم. طب هيجيبوا منين؟ ما هو النهارده لا بس هل دي حصلت قبل كده؟ انا استعمل كوبر وبعدين تحكم ثاني يوم؟ والله انا شفتهم النهارده الحقيقه فايقين، فيبدو ان الاختبار كان اختبار بالنسبه لهم. كان اختبار وهمي ولا ايه؟ لا يعني كانوا مريح. يعني انا لو جريت 23 دقيقه، لو جريت 23 دقيقه وعندي ماتش ثاني يوم لازم اريح يوم على الاقل ولا يومين. طيب الجدول في ماتشات النهارده، طب ما يتعمل الاختبار ولا كابتن؟ هو يعني هو الاختبار في حد ذاته الاختبار مرهق جدا. اختبار مرهق. وحتى لما بيتعمل في الفيفا في البطولات 23 دقيقه جري متواصل. يعني احنا البطولات في الفيفا لما بييجوا يعملوا الاختبار بيعملوا الاختبار قبل البطوله ب3 شهور. وبعدين تروح قبل البطوله ب 12 يوم او 13 يوم، فما بتعملش الاختبار مره ثانيه. احنا ليه مستعجلين يعني؟ ليه لا ده لازم القائمه تتبعت في نهايه شهر 9 تقريبا او في بدايه شهر 10، في نهايه شهر 9 غالبا. طب ليه ما يتجنبش حكامنا اللي عملوا الاختبار وحكام اخرين ياخدوا الماتشات؟ يعني انت شفت الحكام النهارده يعني في الملعب بيجروا. يعني بيجروا ويبدو ان هم مش تعبانين، فيبقوا هم عملوا الاختبار بشكل كويس. يعني هم كانوا مرتاحين وعملوا الاختبار بشكل كويس يعني. الحمد لله. احنا نروح للمباريات، خلينا في المباريات افضل، ونروح لمباراه سموحه والزمالك. الحكام هم فهيم عمر الحكم الدولي، ومصطفى مهنا وخالد صبحي الحكام المساعدين. ونشوف الحالات اللي موجوده في المباراه، ونشوف هنا طاقم الحكام اهو قدامنا. وبعدين نبدا المباراه. في اول حاله حسن مصطفى وانذار لحسن مصطفى في الدقيقه ال7 من بدايه المباراه. وادي اللعبه وادي العرقله. اللعبه مش على الكوره مشيت، وهنا العرقله، وده سلوك غير رياضي، والقرار صحيح من فهيم عمر، والقرار صحيح والانذار مستحق. هنروح للحاله اللي بعديها. ايضا هنا في تعطيل، يعني مش عايز اقول بناء هجمه لان اللعبه بعيده، بس هنا في منع تقدم لاعب. ادي حسين ياسر اهو عدى بالكوره واتمسك اهو، واتمسك. وده برضه تحت فوق ده برضه سلوك غير رياضي. نفس الشيء. ما اقدرش اقول هنا تهور، لكن ده سلوك غير رياضي من اللاعب بالمسك وبالمنع. وايضا هنا القرار صحيح، وانذارين في اول 10 دقائق، واحد من هنا وواحد من هنا. هنا ارجع للعبه دي من الاول، معلش يا عطيه، ارجع للعبه من الاول. هنا كابتن طاهر 2 لعيبه، امشي واحده واحده معاها، باصين للكوره والاثنين بيلعبوا الكوره بس. تقدر تحدد لي مين هنا فيهم اللي اخطا؟ لا، الكوره في متناول الاثنين. ما فيش حد اخطا في الاثنين الحقيقه. يعني هما الاثنين هنا مش قادرين نقول ان في حد فيهم اخطا، لكن اهو نفس المستوى، والكره اتلعبت
وهنا حصل الاصطدام، انا ما اقدرش احسب فاول على حد هنا. انا لو وقفت اللعب هنا كحكم، او لو وقفت اللعب هنا اوقف اللعب عشان خوف من اصابه حد فيهم، لكن واعمل لما اجي اسقاط استأنف اعمل اسقاط. لان انا ما فيش. لكن هنا طبعا اللي وقع على الارض لاعب الزمالك، فالفاول اتحسب لصالح الزمالك. ده مبدا، يعني لعبه بعيد، يعني لعبه في نص الملعب، واخد بالك، ركله حره مباشره مش حاجه كبيره، لكن خلينا نرسي مبادئ. يعني مين في دول، مين اللي يقدر يقول ان مين في دول اخطا؟ يعني ما حدش فينا يقدر، ما حدش فينا يقدر يقول انه حد فيهم اخطا، لكن اتحسبت على اللي كان اقوى من التاني، برغم ان هو كان بيلعب على الكوره في نفس الوقت. اذا هنا كان يجب على الكابتن فهيم انه يمشي اللعب. لا يعني يوقف اللعب، هو خاف او يمشي اللعب الاثنين دي، يعني وقف اللعب عشان شاف لاعب وقع وفي خوف انه يكون في اصابه. ماشي، كل ده الكلام ده كويس، لان الكوره مش في مكان خطير، لكن بعد كده الاستئناف لازم يكون بالاسقاط، لان انا ما شفناش فيه فاول على حد. ده بقى فاول، دي ركله حره مباشره اهي، عرقله لشيكابالا اهو وادي العرقله، اللاعب ما وصلش للكوره بشير التبعي وراح لقدم اللاعب. هنا بقى الانذار. ده صحيح. ليه؟ انت هنا منعت هجمه واعده، مش عايز اقول فرصه هدف، لكن اعتقد اللعبه الثانيه بالنسبه للاعب زي شيكابالا انه يشوط على الجول، ولما يشوط على الجول من المسافه دي ما تزيدش عن 18 ياردة، يعني 16 متر. يعني بص، ارجع للقطه ساعه العرقله، ارجع كمان شويه وخلينا نقرا اللعب اللي هيحصل ايه هنا. هيستنى عشان يشوط، هنا هيعمل ايه؟ ما حدش هيحصله، هيشوط. فانا مش عايز اقول ان دي فرصه محققه لتسجيل هدف بقدر ما هي افساد هجمه واعده. هنا بقى الانذار وجوبي، وخصوصا ان اللاعب هنا مش لاعب على الكوره ولعب على قدمه. اذا هنا كان يجب ان ينظر اللاعب، انذار لبشير التبعي. نكمل ونشوف هنا ايضا اتاحه فرصه ثم فاول. ده كلام سليم، اتاحه فرصه، الكره مشيت وراحت للاعب سموحه وبعدين عرقله مره ثانيه. يبقى انا هنا بعد اتاحه الفرصه دي شبيهه جدا بلعبه محسن هنداوي، يعني بالظبط كده نفس اللعبه. انا بعد اتاحه الفرصه الراجل ده اتمنع، لما اتمنع بقى هنا اصبح عندي، يعني بص هنا الاول ادي اللعبه هنا، ده مشي اهو، هنا هو بيدي تحت الفرصه اهو. نقف بس، ارجع لي لما بيدي تحت الفرصه، ارجع سنه لورا، ارجع لورا شويه بس، ورا شويه بس اهو. تحت الفرصه دي معناها ايه يا كابتن طاهر؟ ان في فاول لصالح فرقه سموحه ما اتحسبش، والفاول ده انا مش هحسبه لان الكره راحت في تقدير الحكم للاعب هيستفيدوا منها افضل. تمام. انا من وجهه نظري الاول انه الاستفاده الاكثر ان يتحسب لهم فاول هنا. دي نمره واحد. يعني اما تلعب ركله ثابته، ركله حره ثابته من هنا، افضل من ان الكره تروح على جنب مع لاعب وقريب منه لاعب تاني. انما الاشاره دي معناها ان ليهم فاول وما اتحسبش. خلاص، هو الاشاره هي اتاحه فرصه، دي اشاره اتاحه فرصه. اتاحه الفرصه معناها ان في فاول، وانا فضلت ان ما احسبوش عشان الكره راحت لهم في مكان افضل. حكايه الايد مش ما فيهاش حاجه، كمل عادي. ما فيش حاجه، ما فيش اشاره اسمها ما فيهاش حاجه. الايد دي يعني معناها في فاول. دي اسمها اشاره المتعارف عليها في القانون، دي اتاحه الفرصه. تمام. اتاحه الفرصه معناها ان في فاول، وانا فضلت ان انا اترك اللعب يمشي عشان ما نوقفش اللعب، والكره راحت لهم في مكان افضل. ده مش المكان الافضل، والدليل انه اللاعب هنا ما عرفش حتى يمر. طيب اللاعب راحت له الكوره ولما جه يمر اتمنع. يبقى انت هنا، يعني انت يا حكم قلت، بس معلش انا عايز احصل لا بالعكس، اتفضل. فلسفه الموضوع ده، انت يا حكم قلت ان المكان ده افضل من ده، يعني المكان الثاني ده افضل من الاولاني. معناه ايه افضل من الاولاني؟ ان المكان الثاني ده اخطر من المكان الاولاني، وده غير صحيح. ما علينا. لا انا بقول ده غير صحيح، يعني من وجهه نظره، بس انا عايز افسر ليه بعد كده بقى انا بقول لك ليه الكلام ده. طب لما انت في تقديرك ان المكان الثاني ده اخطر، طب لما اللاعب يتمنع في المكان الاخطر معناها ان بناء الهجمه هنا افضل. يبقى انت يجب هنا انك تدي اللاعب انذار. هنا انذار وجوبي، ما فيهوش هزار يعني. خلاص انذار. وهنا باقرار مني انا كحكم ان انا اللي قلت ان اتاحه الفرصه افضل، يبقى المكان ده اخطر، يبقى هنا هتديني هجمه. ما اتبنتش الهجمه كان يجب انذار اللاعب. نروح بقى دي لايه، نقدر نقول عليها ايه، اكبر او اخطر قرار في المباراه. عايزين نشوف بس هو هنا ركنيه اتحسبت، ركنيه. نشوف هنا اللعبه تصويبه، وادي الايدين اهي، بالايدين الاثنين اتمنعت الكره. زاويه الرؤيه واضحه، زاويه الرؤيه يعني شوف، يعني من هنا
يعني يمكن اللاعب يمكن عمرو زكي لا 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 بيشيل التبعي والكره غيرت اتجاهها اهو. لا ما هو اتحسبت ركنيه. لا لا هي ايده غيرت اتجاهها اهي ايده. بص يا كابتن طاهر عشان برضو ما حد يقول لي زاويه الرؤيه انه ما شافش كابتن فهيم نتيجه ان عمرو زكي والمدافع الاخر قد حاجبين الرؤيه حجبت الرؤيه عنه ما شافش. ده وارد طبعا. يمكن يبان من هنا نشوفها من هنا اذا كانت زاويه الرؤيه. نشوفها من هنا. لا دي باينه يا كابتن. لا الايد اهي الايد دي باينه. طيب انا بس يهمني التقدير يكون يعني ما تكونش انا يعني انا اتمنى ان هو يكون ايه ما شافش. لا هي اتجاه اللعبه. لا هاتها. لا هات لنا الاتجاه الثاني يا رضا من فضلك. هي اللقطه الاولانيه افضل. اللقطه اللي الكابتن فهيم عمودي عليها. بس اللي انا عايز اقوله بقى كابتن طاهر هنا ايه؟ انه هي كابتن لو كان ما شافش اللعبه. الكابتن فين؟ لو كان ما شافش اللعبه بالنسبه لي هتبقى ارحم من ان هو يكون تقديره. ماشي بس يعني هو هنا لك ليه بس؟ خلينا نتكلم. في بعض الناس او في بعض الحكام بيعتقد انه اللاعب لما يحط ايده عشان يحمي الكره انها ما تجيش في وشه ان ده مش تعمد. لا يا تخلي الكره تيجي في وشك. طب خلينا نتكلم على وضع الكابتن فهيم. يعني هنا في حجب رؤيه ولا هنا باينه واضحه؟ يعني انا برضو عندي شك كبير هل هو عمرو زكي ممكن يكون عمرو زكي حاجب الرؤيه سنه. ممكن يكون حاجب الرؤيه. يعني انا نفترض الافتراض الايجابي وهي انها ما اتشافتش ولكنها ضربه جزاء. لان هي لما انا امنع اما انا احافظ على وشي وان انا احط ايدي، لا الافضل ليك هنا انك تبعد وشك عن الكره وتسيبها تمشي. يعني انت عايز تحمي وشك ابعد وشك عن الكره وطي لتحت خلي الكره تمشي. لكن عشان تحمي وشك تقوم توقف الكره بايديك الاثنين بتعمد، لا تعاقب وتحاسب. هنا تعمد وكان يجب احتساب ركله جزاء وكارت احمر. وشوف بقى اتجاه اللعبه دي يا كابتن طاهر. يعني هي موجوده في شريط الفيفا انها كارت احمر على اعتبار ان الكره في اتجاه المرمى. انا مش موافق على الكلام ده. ليه؟ لان التصويبه من مسافه. ارجع بقى للتصويبه. التصويبه من مكان او ادي التصويب. انا ما اقدرش احكم عليها ان الكره دي تبقى فرصه محققه ولا لا، برغم انها موجوده في الحالات في السي دي بتاع الفيفا ان الكره دي لما بتتمنع بالايد وهي متصوبه ناحيه المرمى ان العقوبه طرد. انا مش موافق على الطرد ولكن التقدير على اقل تقدير انذار. يبقى خلي بالك ده المره الثانيه اللي البشير التبعي يجب ان ينذر فيها اذا احتسبت في الفاول الهدف وادي اللعبه دي اقل شيء. وحتى الان طبعا لم يحصل على اي بطاقه. نروح للحاله اللي بعديها. نشوف هنا حسن مصطفى عنده انذار ونشوف التدخل في هذه اللعبه. ده بقى مش التحام. ده بقى لاعب بيلعب الكوره وبص لحسن مصطفى بيلعب فين. يعني حسن مصطفى اتجاه نظره فين. الكوره جايه هي فوق دماغه، هو مش باصص للكوره خالص، هو مش رايح للكوره خالص. ولكن عموما هو الفاول احتسب ركله حره مباشره على حسن مصطفى. لو انا اعتبرته انه بيعمل فاول يا كابتن طاهر، الطريقه اللي اتعملت بيها الفاول دي انت في حساباتك الطريقه اللي اتعمل بيها الفاول دي هل ده مجرد اهمال منه؟ هل ده مجرد اهمال ولا ده في نوع من التهور استخدام الايد بهذا الشكل؟ لا والرجل والدخول بهذا الشكل. اذا انا يعني اعتقد انه لو ما عندوش انذار كان هياخد انذار في اللعبه دي. بس هو المفروض انه ياخد انذار زي ما قلنا بشير التبعي يستحق الطرد في انذارين. هنا حسن مصطفى يستحق الطرد في انذارين. اكيد انا بس بقول لك على احتمال انه لو ما فيش هنا في رايه طلعت. ارجع للقطه تاني. بص الكره هنا اقف هنا في لاعب فتح الله في موقف تسلل راجع من التسلل. الحكم المساعد هنا لازم يستنى شويه. لازم يستنى شويه. الكره ما راحتش في اتجاهه. هنا انا بحيي فهيم في اللعبه دي لانه هنا ما عطلش اللعب برغم انه رايه الحكم المساعد طلعت اهي، لكن هو كمل اللعبه بقى لقى الكره هو راحت للمدافع ومشي المدافع ومفيش مشكله فخلى اللعب يمشي. وهنا المطلوب ان احنا نتريث شويه في رفع الرايه.